ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوا فيديوهاتي ما تنسوش الشير واللايك وكومنت حلو تحت الفيديو، كمان ما تنسوش تكتبوا لي انتوا متابعيني منين. انا من دمياط يا بنات. هنعمل النهارده اندومي الصحي المفيد لاولادنا، وتاني مره مش هنخليهم يشتروه تاني ابدا من بره. آم، جبنا كيس من المكرونه الاسباجيتي، وجبت شويه حله على النار فيها شويه من الميه المغليه وفيها شويه صغيرين من الملح. كسرت المكرونه وحطيتهم في الميه، وهسيب المكرونه يا دوبك تطرى معايا. انا مش عايزاها تستوى، يعني مش عايزاها تاخد اي سويه خالص. يا دوبك هنحطها تطرش معانا وتنزل شويه من نشوياتها في الميه. هنقلبها كويس علشان مش عايزاها تلزق في بعضها، عايزاها تبقى مفرفطه علشان تبقى زي بتاعت بره بالظبط. صفيت المكرونه وغسلتها من النشويات، وبعد كده جبت الحله تاني على النار، حطيت فيها شويه من الميه، سبتهم يغلوا وهديت عليها النار خالص، ونزلت عليها بالمكرونه ونقلتهم على العين التانية من البوتاجاز. بعد كده جبت الطاسه، حطيت فيها البهارات اللي هقول لكم عليها دي بالظبط. حطيت فيها معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه صغيره من البصل البودر، معلقه صغيره من الكاري، معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من المرقه الفوريه، ومكعب من مرقة الدجاج العادية. تدوا بالكم من الملح، حطيت فيها كمان ربع معلقة صغيرة من الشطة. ادوا بالكم من الملح لان المرقة الفورية والمرقة العادية بيبقى فيها ملح، عشان ما تبقاش حادقة منكم زيادة عن اللزوم. هحمص البهارات، ودي التركايه اللي بتميز المكرونه، بتميز الاندومي بتاعت بره، ان البهارات بتاعتها بتبقى متحمصه في الزيت. ده بتدي طعم تاني للبهارات، وطبعا ميكس البهارات ده مع بعضه يا بنات بيبقى طبعا حكايه. كانت ريحته بجد قلب البيت، وولادي بجد كانوا اول ما شموا الريحه قالوا لي يا ماما ريحتها شيء زي الاندومي اللي اصحابنا بيجيبوها من بره. طبعا انا ما بدخلش الاندومي البيت، لان هو ضار جدا يا بنات، ادوا بالكوا، وطبعا سعراته الحراريه عاليه جدا. لكن احنا هنا سالقين المكرونه، منزلين شويه من نشوياتها، حاطين زيت نباتي كويس احنا عارفين نوعه. حمصت البهارات، وبعد ما حمصتها نزلت عليها بالمكرونه، وسبت المكرونه بقى تستوى مع البهارات على النار زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى قدمتها للولاد، الولاد كانوا فرحان بيها جدا، كمان انا دقتها كان طعمها حلو بالرغم اني ما بحبش الاندومي، ولكن لما عملتها بجد طعمها حلو. تقدروا تحطوا فيها خضار، كمان تقدروا تحطوا فيها فراخ مكعبة، فراخ متقطعة مكعبات تستوى معاها، هيبقى طعمها حلو برضو. بجد انا متأكدة ان هي هتعجبكم. ما تنسوش الشير واللايك وكومنت حلو تحت الفيديو يا بنات. ما تنسوش تدعموني لان بتعب جدا في محتوايا ده، ونفسي بجد ان اشوف منكم تعليقات حلوة تحت الفيديو. شايفين الجمال زي بتاعت بره؟ والله انا متاكده ان هي هتعجبكم. تقدروا تحطوا فيها خضار زي ما قلت لكم، تشوحوه بنقطه زيت مع البهارات، وتنزلوه على المكرونه وتسيبوه يستوى ويقلب مع المكرونه، بجد هيبقى طعمه حلو قوي. شايفين؟ طبعا مش ملزقه خالص ومستويه، ومهيش ملزقه خالص في بعضها. طبعا بتتاكل سخنه، يعني ما تقدموهاش بارده. الشوربه بتاعتها كانت طعمها جميل جدا. سلام.